حبايب قلبي، اخواتي، حبايبي، احلى جمهور واحلى متابعين. صباح الفل، مساء الفل، يا صباح الورد والسعاده والهنا على قلوبكم. على حسب الفيديو ما ينزل لكم، يا رب تكونوا بخير وسعاده وفي احسن حال وفي اروق بال. يا رب يسعد قلوبكم بذكر الله ويجعل لسانكم رطب بذكر الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. احنا معانا ايه النهارده يا اولاد؟ معانا 100 جنيه. 100 جنيه. طب هنعمل بيها ايه ال 100 جنيه دي؟ طب انا معايا 100 جنيه بس، وعايزه انزل السوق، وعايزه اجيب اكل للعيال، عايزين نعمل غدا النهارده. طب ال 100 جنيه، طب هعمل ايه بيها ال 100 جنيه دي؟ تعالي يا حبيبه قلبي واقول لك تعملي ايه بيها ال 100 جنيه دي. ال 100 جنيه دي هتاخديها، يا اي نعم، هي ايه، لا حول ولا قوه ليها، بس هنعمل ايه؟ هنتاقلم ولازم نظبط حالنا ونظبط يومنا وهنمشي بيها وهنعمل بيها النهارده احلى غدا ان شاء الله. انا خدت ال 100 جنيه دي وهنزل بيها السوق. هنجيب ايه بيها؟ هروح اجيب بها ايه؟ مش عارفه اروح اجيب بيها ايه. هتاخديها وانت ورزقك، هتنزلي السوق وشوفي هتجيبي بيها ايه. اول حاجه، البطاطس دلوقتي يا بنات رخيصه. البطاطس دلوقتي ب5 جنيه وب6 جنيه وجميله جدا جدا. اللي يعرف تجيب لها 10 كيلو او 5 كيلو او 20 كيلو على حسب، لو عندك مكان وتفرديهم كده، بص ممكن لمده شهر. ما تساليش في بطاطس تاني، او اكتر من شهر كمان، لا بس يا شهر، لان في كل البيوت اكتر حاجه، اكتر ضغط عليها البطاطس. هننزل نجيب 2 كيلو بطاطس ب 10 جنيه. نجيب الخضار الاول. هنزل اجيب 2 كيلو بطاطس قولي ب 12 جنيه. والباميه يا بنات، الباميه كانت ب 50 جنيه اخر مره، وفي باميه كبيره ب 40 جنيه بس حلوه وشغاله وجميله. نجيب ربع كيلو باميه منهم 40، قولي ادي 10 و2 كيلو بطاطس قولي ب6. تحت احنا هو الراجل بيبيعها ب6 وب6 ونص، قولي ب6. يبقى كام؟ 10 بامية و6 بطاطس، يبقى 12 بامية و6 بطاطس، هيبقى 22 جنيه. 22 جنيه. عايزة اجيب نص كيلو فلفل، قول هجيب ب5 جنيه فلفل. هو الفلفل ب6 ونص وب7، قول اقول له حط لي ب5 جنيه فلفل. ادي ب5 جنيه فلفل. وهجيب القوطة ب10 جنيه او ب8 جنيه تقريبا. المهم هنجيب ب10 جنيه قوطة. 10 و22، 10 قوطة و22 اللي هي البطاطس والبامية، هيبقى 32. 32 وقلنا نجيب ب5 فلفل، هيبقى 37. 37 جنيه. طب انا عايزة ايه تاني؟ الخيار ب12 جنيه. وفيه عنده كبير شوية برضو ب8 جنيه. لا انا هجيب من الكبير شوية ب8 جنيه. هجيب نص كيلو. ب4 جنيه. هيبقى هناك 37 وادي 4، هيبقى 41 جنيه. 41 جنيه، قولي 40 جنيه، ما علينا من الجنيه، قولي 40 جنيه. هيتفضل معايا كام؟ هيتفضل معايا 60 جنيه. ال60 جنيه دول هم، يا اما اروح اجيب بيهم اللهم صل على النبي، لحمه مفرومه، يا اما اجيب بيهم فراخ. بس انا برجح اجيب فراخ. ليه؟ لان اللحمه المفرومه عشان تجيبيها هتعملي بيها، هتعصجيها وهتحطها لهم كده مثلا مفرومه، او لازم تحطيها في صينيه، يا مكرونه يا جلاش يا رقاق يا حواوشي. فاحنا طب جايبين خضار وانا عايزاهم ياكلوا ويتغدوا، وبعد ما يتغدوا كمان يزيد كمان للعشاء ويزيد اكل لتاني يوم. ال 100 جنيه دي بفضل ربنا هناكل فيها يومين 60 جنيه. فاضلين ال 60 جنيه. طب هنروح فين ال 60 جنيه دول؟ اروح عند بتاع الفراخ اقول له اوزن لي بال 60 جنيه اجنحه. مثلا الاجنحه لو ب70 او ب75، هيحط لي كيلو ناقص جناحين كده بالكتير قوي. او اوزن وركين على قد ال60 جنيه اللي معايا. اقول له انقي وركين صغيرين واقول له حط لي وركين على قد ال60 جنيه. انا عايزه وركين على قد 60 جنيه بالظبط، لان ما معيش اكتر من 60 جنيه. هيحط لك وركين على قد 60 جنيه، هتقطعيهم. الوركين هيبقوا 4 حتت، يعني لو انتوا 4 افراد يبقوا 4 حتت، كل واحد حته، كل واحد دبوس وواحد فخده. ماشي. طب جبنا الوركين وروحنا، وهنعمل ايه بقى؟ هقول لك يا حبيبه قلبي تعملي ايه بال100 جنيه دي. هتاكلي بيها يومين. ازاي بقى؟ اول حاجه يا حبيبه قلبي، انت عندك بسم الله ما شاء الله في البيت الرز. ماشي، احنا قلنا اساسيات البيت لازم تبقى موجوده عندنا. ظرف طارئ زي ده ما عرفتش اجيب رز، او لو ما عندكيش رز هتستغني. بدل ما تجيب 2 كيلو بطاطس
وتجيبي خيار، لا استغني، هاتي كيلو بطاطس والغي الخيار خالص، وروحي هاتي نص كيلو رز وهاتي ب2 جنيه شعريه. هيديكي نص كيلو رز وهيديكي ب2 جنيه شعريه. لو ما عندكيش يعني في البيت، وان شاء الله يا رب يكون عندكم الخير كله ويكون عندكم السعاده كلها. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير، شيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد مشاهدين. وما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك ببلاش، يا ريت يعني تعملوا له لايك عشان خاطري، وتكتبوا لي كومنت كده حلو من باب جبران الخواطر تسعدوا قلبي بيه، لان الكومنت ده بيرفع من روح المعنويه، بيرفع من روح اي صاحبه قناه او صاحب قناه، لان الكومنت ده بيفرق كتير جدا جدا معانا والله. بحس انكم معايا، بحس ان انا يعني بكلمكم وشايفاكم، يعني مش ناقصني الا رؤيتكم بس. ودايما يا رب مع بعض في الخير والسعاده حبايب قلبي. المهم نروح في البيت بقى نمسك الوركين نغسلهم غسله نظيفه بحبه دقيق وحبه ميه وملح، ولو عندك ليمون اعصري نص ليمونه وسيبيهم في الميه على ما تجهزي الحاجه بتاعتهم. هتروحي تجيبي بطاطسيتين 3 وتجيبي بصلايتين، ونعمل صينيه بطاطس كده حلوه كبيره، ونعمل جنبها وحط قرن فلفل بقى كده وظبطيها كده وشطشطيها كده لو بتحبوا الحاجه الحراقه، يعني لو مش حراقه او لو ما بتحبوش الحراقه حط لها بس يعني حاجه كده نسبه، يعني نص قرن شطه كده ولا ربع قرن شطه بس يديها طعم ويديها مزازه، لان الحاجه دي الحراقه شويه بتدي طعم شويه. حبه فلفل اسمر، حبه بهارات بقى، وتظبطي صينيه البطاطس تديها غلوتين 3 على النار عشان ما تستهلكيش في الانبوبه. احنا بقينا نسويها على النار من فوق، يعني في اخر 5 دقايق بس دخلها الفرن تشمع ووشها يحمر بس، وبتبقى واخده سواها كله. البطاطس ما بتحملش عامه في السوا. ونسلق الفراخ بتاعتنا، نشطفها تاني ونحط لها ميه ونسلقها، ونحط لها في الميه بصلايه، حته تومه مدقوقه لو مش عايزه تحطي، يعني انا بصراحه بحط توم بس، بحط حته تومه، بدق حته تومه باخد منها حته احطها في الشوربه، والحته التانيه بخليها لطشه الملوخيه او الباميه. تمسك الباميه بتاعتك تقمعيها وتغسليها وتسلقيها، واسلقوا الباميه يا بنات في حبه ميه، ما تسلقوهاش في شوربه. وبعد كده صفوا الميه وادلقوها واغسلوا الحله وحطوا الباميه فيها وانزلي عليها بالشوربه بتاعتك وسيبها تبرد وتهدى، وبعد كده اضربها في الخلاط. ويا ريت ما تنعموهاش قوي زي العصير، لازم ان الباميه لازم تبقى فيها نسبه خشنيه شويه، تبقى خشنه شويه، ما تبقاش ناعمه زي العصير، حتى لما تيجي تاكليها ما تبقاش ناعمه قوي. ولو مش عايزه تجيبي باميه حبيبه قلبي برضو عشان توفري معاكي الملوخيه رخيصه، الملوخيه الكيلو ب10 جنيه، هاتي نص ب5، يبقى كده وفرنا 5 جنيه كمان اهو. لو ال5 جنيه دي ممكن تحطيها في بطاطس، تحطيها في رز، تحطيها في مكرونه، شوفي بقى انت هتاكلي ايه. بس ما دام في صينيه بطاطس يبقى رز، دي معروفه عامه. تروحي تعملي بقى تسلقي فراخك وتظبطيها، وجايبه ملوخيه تقطعيها وتغسليها غسله حلوه زي ما قلت لك، تغسليها في ميه في طبق، ما تغسليهاش في المصفايه عشان تنزل الرواسب اللي فيها، وبتنزل لو فيها حاجه سودا ولا فيها حاجه مش نظيفه تنزلها، وبعد كده تحطها في مصفاه تصفي ميتها على مهلها. تخلطي الملوخيه بتاعتك وتظبطيها وتطشلها، والفراخ استوت تحمريها. ويا سلام لو جبت ب5 جنيه فيجيتار، لان الفيجيتار متاح ب5 ومتاح ب10 ومتاح حته ب3 جنيه، حته ب3 جنيه. قولي للعلاف اللي هتجيبي منه الرز مثلا، قولوا له اديني ب3 جنيه فيجيتار سايب، هيديكوا فيه الحار وفيه البارد، هيديكي. وتحطي بقى الفراخ في الفيجيتار وتحمرها لهم، يا لهوي على جمالها ما اقولكيش. وتحطي تملي الترابيزه بتاعتك بسم الله ما شاء الله، تكوني جايبه مثلا ب2 جنيه مخلل، 3 جنيه فيجيتار و2 جنيه مخلل، ادي 5 جنيه اهو. بدل مثلا لو هجيبي باميه ب10، لا انا هجيب ملوخيه ب5، والخمسه التانيه اجيب ب3 فيجيتار واجيب ب5 جنيه واجيب ب2 جنيه مخلل للعيال. تحطي مخلل وتحطي باميه او ملوخيه وتحطي بطاطس وتحطي رز وتعملي لهم طبق سلطه جنبه، بسم الله ما شاء الله مليت الترابيزه. طب ده اول يوم كلنا الحمد لله واتغدينا والحمد لله، وزايدين مننا كمان حبه رز، وصينيه البطاطس زايد نصها ربنا بارك فيها الحمد لله، والملوخيه برضو زايد نصها، زايد كتير قوي، لانك انت هتحطي طبق الملوخيه بصي مش هتجيبي غيره يعني، بس قولي يا رب ياكلوه كمان. وفي عيال بتحطه على الرز عشان كده بيخلص بالهنا والشفا على قلوبكم. تاني يوم بقى هيتفضل معاكي هيتفضل معاكي باقي صينيه البطاطس وباقي الملوخيه. طيب العيال في عيال بتبقى بتقول لك لا انا هتاكليني اكل بايت، لا انا مش هناكل اكل بايت، لا اعملي لي اي حاجه. طب والاكل ده اللي هعمل فيه انت لا تقولي بايت ولا تقولي صابح، انت تاني يوم تسخني صينيه البطاطس، تفكها الاول من بعضها كده بمعلقه،
واعملي حسابك تخلي عندك شوربه، اعملي حسابك شوربه ما تتقطعش من عندك. انا عن نفسي الشوربه ما بتتقطعش من عندي، وبيضحكوا عليا وبيتريقوا عليا، لان انا دايما اي علبه فاضيه، اي جرده اللي هو بتاع التوابل، بشتري الجراد اللي بتاعت التوابل من عند العلاف، جردل المربى صغير او كبير، علبه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، املى جردل وبحطه في التلاجة. تاني يوم اعمل منه رز، تاني يوم اعمل منه مكرونه. لو مش هعمل تاني يوم رز ولا مكرونه، يعني الاكل اللي عندي مش عايزه نعمل وراه رز ولا مكرونه، بخليه في التلاجة، في اي وقت في اي وقت اطلعه يكون عندي اكل، اعمل حبه رز، اعمل حبه مكرونه. اجيب مثلا، تجيبي مثلا نص كيلو، لو عندك الشوربه تجيبي نص كيلو ملوخيه او ربع كيلو ملوخيه، وتعملي جنبه حبه رز، وتعمليهم بص بالشوربه اللي عندك، مش لازم نايم. وان ما كانش فراخ ولحمه الدنيا مش هتمشي، هتمشي والله. وعيالك اقسم بالله ربنا هيرزقهم القناعه، يعني عشان العيال بس هي اللي بتتكلم، عشان العيال اللي بتتكلم، لانك ولا انت بتتكلمي ولا جوزك هيتكلم، الراجل اللي بتحطه له الحمد لله فضله عدل من ربنا، وانت بصي بتاكلي بواقي العيال برضو الحمد لله فضله عدل من ربنا. المهم تيجي تاني يوم يكون عندك البطاطس وعندك الملوخيه، تروحي تعملي ايه بقى؟ تروحي تعملي جنبهم حبه مكرونه، طبق مكرونه او طبق لسان عصفور، وتسخني البطاطس. ويا سلام برضو لو حطيتيها في الفرن، هتطلع لك من الفرن كانك لسه عاملاها النهار دلوقتي، وبتبقى طعمها اجمل من امبارح، اجمل من اول يوم والله. ويحط لها حته تومه خضراء، لان حته التومه الخضراء بتديها نكهه حلوه وبتديها ريحه جميله. وتسخني الملوخيه وتسخني البطاطس، وتحط لهم كل واحد حبه مكرونه في الطبق بتاعه، وتحطيهم، وهيبقى عندك المخلل وتحطيه وتغدينا، والحمد لله يبقى كده اكلنا يومين بايه؟ بال100 جنيه. بال100 جنيه اكلنا بها يومين، والحمد لله على كده وفضله وعدله. يا رب الفيديو يعجبك ويا رب تستفيدي، ودينا كلنا يا بنات بنستفيد من بعضينا وبنتعلم من بعضينا. وانتوا ستات بيوت بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويستر اولادنا واولادكم يا رب. وما تنسونيش في اللايك يا بنات، لانه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. وما تنسيش لو اول مره حبيبه قلبي تشوفيني اعملي لي اشتراك، ودوسي على الجرس، ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويا ريت تجبروا بخاطري في الكومنت، ربنا بيجبر في خاطركم في الدنيا والاخره. وربنا يستر اولادنا واولادكم، ويستر بناتنا وبناتكم، ويهدي شبابنا وشباب المسلمين، امين يا رب العالمين. وحسن الختام، سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.